اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها واسكنها فسيح جنات يا رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات، وطبعا أنا متأخرة عليكم في الفيديوهات، بس يعني والله غصب عني. هنا طبعا ما نزلت لكمش التفاصيل بتاعة التنظيفات والكلام ده، لأن كنا نازلين وطالعين ومشاوير والكلام ده كله، فما كانش فيه وقت عامة يعني. بس قلت اخد لكم كده شوية مقتطفات يعني. هنا بالنسبة طبعا انا عملت معاكم غسلت البطاطين وغسلت الشبابيك وغسلت الستاير، السجاد ووديته الدراي كلين. وكانت الشقة كلها يعتبر على السيراميك يعني. مش عاوزة اقول لكم، كان يعني العيال رايحين وجايين بيطلعوا على الملايات، وبصراحة فعلا السجاجيد رحمة لينا. يعني السجاجيد شايلة كتير، مهما امسح ومهما اعمل برضو لا، مش الموضوع مش مريح زي السجاد. طبعا دي اوضة الاطفال، كانت يعتبر اخر حاجة بعملها. انا كنت غاسله بقى الكفرات، وكنت منضفه تحت السراير، وكنت مزعفه الاوضه ومظبطه الدنيا. كان فاضل لي بس الشباك اغسله. طبعا غسلت الشباك بتاع الليفينج، غسلت الشباك بتاع اوضتي. زي ما انتم متعودين معايا، بفك الالوميتال وبغسله. ما بحبش انضفه وهو موجود مكانه يعني، لا لازم انزل كده عليه المية تنزل لي كل التراب، وبعد كده اعمل بالليفة والصابون، احس كده ان انا الشبابيك نظيفة وبتتنفس كده معايا، بحيث ان انا لما بفتح الشبابيك الصبح عشان اهوي الشقة يبقى الهوا داخل نقي كده، مش شوية هوا يدخلوا لي التراب. كفاية التراب اللي في الجو يعني. طبعا السجاد الكبير انا وديته اتغسل. المشايات بقى الصغيرة دي انا كنت حطاها، كانت شايلة بقى يعني المشاية دي انا كنت حطاها ما بين السراير عند الولاد، بحيث ان هم اما يجوا يطلعوا على الملايات يمسحوا رجليهم فيها وبعد كده يبقوا يطلعوا يعني. جزء من الحماية يعني. بس برضو الدنيا برضو كانت هايصة يعني. المهم هنا بقى غسلت المشايات وسبتها تتصفى في التويليت، وغسلت الشباك ونفضت بقى التنفيضة التمام للأوضة. هي ما كانش فيها حاجة يعني، هو يا دوب بس لمعتها. الخشب زي ما انتوا عارفين بلمعه بالجاز، لازم كده كل شهر الفوطة وشوية جاز ولمع، بيخلي العفش يعني كأنه لسه جديد. جربوها مش هتندموا. والأبواب طبعا الخشب، وبلمع الألوميتال بالجاز برضو اللي هو المطبخ. بنضفه الأول بمزيل الدهون، بحيث ان انا ما يبقاش في حاجة عليه خالص. وبعد كده طبعا ادام نضفته بمزيل الدهون بيبقى مجير كده، وانا طبعا محتاجة اللمعة بتاعت الالوميتال. امال انا عاملة الوميتال ليه؟ فالجاز بقى بيديني اللمعة المرضية كده، ان الحاجة بتلمع ونظيفة. طبعا برضو حاجة تانية عملتها انتوا زي ما انتوا شايفين جنب السراير، مطرح بقى الحيطان اللي جنب السراير دي لمعتها بكلوريكس الوان وفوطه كده، ولمعته وظبطته وابتديت ان انا مش بصبن بصابون ولا حاجه، عشان طبعا العفش والميه، وما بحبش اغرق الدنيا بميه عشان العفش بتاعي ما يبص. هنا خلصت وفرشت بقى الاوضه، شايفين بقت زي الفل، وطلعت الملايات الجديده اللي انا كنت جايباها. هتقولوا لي ولادي الكبار عشان الملايات دي، ما مش عارفه، انا ما بقتنعش غير بالملايات اللي هي عليها رسومات اطفال، عشان تبقى لأوضة الأطفال. ان شاء الله يعني الخطوة الجاية ابقى اجيب ملايات سادة او ملايات اللي هي عليها ورود او كده، يعني كتغيير. بس بصراحة الملايات دي يعني، خصوصا ان هي المجد والخامة بتاعتها حلوة قوي، زي ما انتم متعودين اللي انا بفرشها اللبني والبينك والاحمر. كل اللي انا بفرشه اللي هو المجد حلو قوي، والخامة بتاعته حلوة، والالوان بتاعته مزهزهة على طول، ما بتغيرش خالص ولا بينزل لون ولا اي حاجة. بس كده فرشت بقى السجادة، لمعت بالموب كده وفرشت السجادة، وكده الأوضة خلصت. حتى عملت لهم تغيير، نقلت لهم التربوهات بتاعتهم الناحية التانية جنب المراية، وسبت مدخل الباب كده فاضي كتغيير، لأن مفيش يعني الحمد لله الشقة عندي ما فيهاش إن أنا بدل أوض بأوض، لأن يعتبر كل أوضة متأسسة بالعفش بتاعها يعني، على قد العفش بتاعها. هنا الريسبشن
لميت كده العفش في النص، ولمعت بقى السيراميك اللي باين كده، بعد كده رجعته تاني وشلت عملتها بالمكنسة، وبعد كده لمعتها على الناشف كده، وبعد كده فرشت وظبطت وخلاص على كده. كده كده الريسبشن ما فيهوش بهدله كتير، هي الاوض بس هي اللي كان فيها بهدله. وكده الشقه خلصت. طبعا الاوضه التانية انا عملتها مع نفسي، اوضه النوم عملتها، وطبعا كل اوضه انا بنضفها وبظبطها بره وجوه، يعني مش بعمل بس من بره، لا الدواليب بتتظبط، الادراج بتتظبط، الحاجات اللي ملهاش لازمه بتتشال وبتترمي، الكتب صفيت جزء كبير منها، الكشاكيل والحاجات دي برضو رميتها. يعني انا ما بحبش الكراكيب وما بحبش الدنيا تبقى متكركبه فوق دماغي، لان الكركبه يعني الكركبه بتجيب كركبه، وان الحاجه كده مش منظمه بتجيب اكتئاب بصراحه. هنا بقى الولاد كانوا كده اليوم ده كده يوم الوقفه. يعني انا كنت بصور كانت مثلا الساعه 2 بالليل ولا حاجه، كل واحد بقى حضر البيجامه بتاعته الجديده والغسول بتاعه والبادي سبلاش بتاعه والمرطب وكده، وظبطوا الدنيا ودخلوا كده ورا بعض، كل واحد خد شاور. وهنا بقى كنت كانش عندي معطر، قلت ايه المشكلة، عندي بخور يعني هستغنى عن المعطر وبخر. انا بحب ريحة البخور جدا جدا جدا. طبعا خلصت بقى كده وفرشت، وابني من الفرحة كل ما افرش أوضة يروح نايم في الأرض كده ويقول سجادة بقت نظيفة. كان معترضين كلهم ان ازاي ما فيش سجاد وان الدنيا متبهدلة، بس هو الإحساس إن يعني أبهدل الدنيا شوية قبل ما أفرش عشان نحس بقى بفرحة العيد كده، لكن طول ما الحاجة متظبطة وفي مكانها أنا مش هحس بفرحة العيد. فالأسبوع اللي قبل العيد كان كله يعني مرمطة شغل وتنظيفات ونزول وطلوع، بس الحمد لله يعني انتهت بنتيجة مرضية. وهنا المطبخ أنا كنت خلصت، حطيت المطبقية الجديدة بس ما حطيتش حاجة تاني. الرخامة هغيرها معاكم بعد كده، لان في حاجات عاوزة اجيبها لسه، عاوزة اكملها. هعمل بقى تجديدات المطبخ كلها مرة واحدة، بس طبعا الوقت ضيق ملحقتش اعمل كل حاجة مرة واحدة. استكفيت بس ان انا احط المطبقية الجديدة كتغيير وخلاص على كده. وطبعا غسلت البوتاجاز وغيرت الفويل بتاعه وظبطت الدنيا. والظرف اللي جوه الحاجة اللي ما كانتش متظبطة ظبطتها، مش هكدب عليكم ما نزلتش كل حاجة وطلعتها تاني، لان الحاجة نظيفة انا كنت عاملاها في العيد الصغير. الحاجات بس البسيطة اللي مش متظبطة ظبطتها تاني. هنا بقى التويلت طبعا كانت العركة كلها فيه، الشبابيك بتتغسل، السجاد بيتغسل، الستاير كنت نقعاها، السجاد الشج بتاع اوضتي برضو كنت نقعاه في البانيو. بصراحة يعني كفة ووفة زي ما بيقولوا. المشايات اللي في الارض دي غسلتها في الغسالة. الستارة برضو هغيرها معاكم بالستارة الجديدة. لاحظوا ان انا مش كل حاجة جديدة انا جبتها في المشتريات استخدمتها، قلت هظبط بس حاجات لان انا محتاجة اجيب آه، طقم سجاد للتويلت. قلت هغير بقى الستارة مع الطقم بتاع الأرض، يعني لأن الطقم ده بقاله كتير ويعتبر يعني شبه داب كده، فقلت هجيب طقم للأرض وأجيب كفر للغسالة جديد وأركب معاه الستارة بتاعة البانيو. يبقى كده التجديدات بتاعة المطبخ والتويلت هنعملها إن شاء الله في فيديو لوحده، وهوريكم أنا عملت إيه وظبطت إيه وكده. نيجي بقى للأنتريه بره والريسبشن. طبعا أنا ظبطته كله وخليته زي الفل، والسيراميك ولمعت و... والشجر غسلتها، ظبطت الدنيا خالص. وحتى المفرش بتاع رمضان اللي كان موجود على الترابيزة وشيلته وغسلته وعينته. قلت بقى ان شاء الله رمضان الجاي ربنا يدينا ويديكم طولة العمر ويعود عليكم الايام بخير. وقلت بقى هسيبه كده. عاوزة اجيب اللي هو المفرش اللي هو المكرمية ده، بس برضو الوقت كان ضيق جدا. وهنا بقى ايه اللحظة الحاسمة، المنشر معلوش غسيل اهو، يعني عمرها ما حصلت. طبعا انا كنت خلصت الغسيل كله وغسلت كل حاجة، ما كانش عندي غسيل خالص غير هو بس مطرح ما كله قلع وخد شاور، هو ده بس البرنامج اللي كنت هشغله وخلاص على كده. والباسكت يعتبر فاضي.
السفرة كل الخشب بتاعها لمعته بالجاز، بصراحة ما شلتش السجادة لان ما قدرت، السفرة تقيلة ما قدرتش اشيل. عملتها بالمكنسة كده ونضفتها على الجاف كده وخلاص، ويعتبر كده خلاص الراحة النفسية بقى والهدوء. لان احنا يعني اتفحتنا، خرجنا من رمضان على التقييمات، على الامتحانات بتاعت العملي، من امتحانات العملي خرجنا على امتحانات اخر السنة، وبعد كده اسمه ايه ده، تنظيفات العيد. يعني انا حاسة ان انا مرتحتش من رمضان، حاسة ان انا بنظف وبذاكر بس هو ده اللي انا بعمله. هنا برضو الباب بتاع الشقة عملته برضو بالجاز، كل حاجة عملتها بالجاز، كل حاجة كل حاجة، يعني كل الخشب وكل الألموتال وكل حاجة عملتها بالجاز. اللمعة دي أنا مش بعمله، يعني أنا بعمله كل تنظيفة كبيرة كده بتفضل فترة كبيرة، والتراب ما بيبقاش يعني ما بيجيش عليه كتير، بيفضل فترة كده ما بلمعش. وبصراحة حلوة قوي حلوة قوي، يعني صاحب الفكرة كتر ألف خيره. ولحد هنا كده يبقى الفيديو خلص. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك، ولو مش مشتركة انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وما ننزل فيديو جديد يجيلك اشعار. بحبكم في الله، ويا رب اكون فدتكم بأي معلومة في الفيديو. استنوني في الفيديو جديد، وباي باي.